السلام عليكم، مرحبا بكم في التتمه ديال هذا النسطوق هذا. في الفيديو السابق خدمت معكم البدايه ديال هذا النسطوق هذا. خدمت معكم حتى البدايه ديال هذا الفي هذا. خدمت معكم هذا البدايه. المهم غتكملوا بنفس الطريقه على طول نصف الطوق ديالكم حتى توصلوا للفتحه. دابا في هذا الفيديو غادي نشارك معكم طريقه عمل الفتحه في الجهتين. بالنسبه للطول ديال هذا النسطوق على حسب كل وحده شحال دارت فيه. كاين اللي كدير 40 وكاين اللي كدير 35 سنتيم وكاين اللي كدير 30. هذا صراحه والله ما عرفت، يلا غنقيسو معكم شحال فيه، ما عرفت بالضبط، وقيله 30 سنتيم من هنا حتى لهنا، 30 31. مهم نفس، يعني هذا فيه 30 سنتيم. المهم دابا غنوريكم طريقه عمل هاد الفتحه هذه في هذا اللي كنت خدمت معكم. المهم كتكملوا كيف قلت لكم النسطوق ملي كتوصلوا. مثلا انايا وصلت لهنايا، اختاريت ندير معكم الفتحه في هاد المنتفخه لان هي فين غتلقاو الصعوبه، ماشي في هاد البلاصه هادي. واخا اصلا الفتحه غتدخل فيها هادي وكذلك المنتفخه، فقط بغيت نبدا معكم في المنتفخه. اختاريت البلاصه اللي فيها المنتفخه بحال هنا لان بزاف غتجيهم صعيبه المبتدئات. كنهضر على المبتدئات، المحترفات راه ما يحتاجوش نوريهم الطريقه. المهم وصلت لهذا السطر هذا. فاش كتوصلوا للسطر اللي في يعني الوسط ديال النسطوق، فين كنديروا الفتحه، يعني كنقسموا على جوج، واحد الجهه اليمنيه واليسريه كنقسموا على جوج. عندي جوج فراغات وفي الوسط ديالهم فيه المنتفخه. كملت السطر بالاعمده. غندير 3 ديال السلاسل، 1 2 3. نقلب الخدمه ديالي. غادي ندير عمود فوق كل عمود حتى كنوصل لهنا، حتى كيبقاو لي 2 الاعمده. هنا بقاو لي 2 الاعمده. غندير سلسلتين، ندخل لهذا الفراغ هذا، غندير فيه المنتفخه 1. دائما كنجمع الخيوط على الكروشي 6 ديال المرات. 3 4 5 و6. كندير هاد السلسله اللي كنسد بها المنتفخه، وغندير 3 ديال السلاسل. هذه الاولى اللي درت، هذه الثانيه، الثالثه. نقلب الخدمه ديالي، يعني خدامه في الفتحه. كنخدم في هاد الجهه بوحدها، هاد الجهه صافي حتى من بعد حتى نكمل هاد الجهه هادي. هنا درت 3 سلاسل بمثابه، كنعتبرها اول عمود اللي كندير فوق هاد المنتفخه. يعني هاد 3 سلاسل بمثابه اول عمود، وغنزيد العمود الثاني فوق هاد المنتفخه. العمود الثاني، غندخل الفراغ غندير فيه المنتفخه. واحد، جوج، 3، 4، 5 و6. كندير هاد السلسله اللي سديت بها، وغندير سلسله ثانيه ديال الفراغ. غنخلي
واحد جوج تالت كندير فيه العمود، صافي غنكمل السطر ديالي كله بالاعمده. غيكون المجموع ديال الاعمده هنايا 5 الاعمده. كملت الاعمده ديالي، عندي جوج الاعمده فوق هاد دوك 3 سلاسل زائد العمود اللي فوق المنتفخه هذه، وكاين المنتفخه والفراغ و5 ديال الاعمده. غندير 3 ديال السلاسل، نقلب الخدمه ديالي، غندير عمود فوق كل عمود حتى نوصل حتى يبقاو لي هاد جوج د الاعمده. درت 3 ديال الاعمده، المجموع اللي كاين في هنا 3 د الاعمده، بقاو لي جوج. غندير سلسلتين ديال الفراغ وغندخل لهاد الفراغ هذا ندير فيه المنتفخه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. كندير سلسلة اللي سديت بها، وغندير ما غنديرش سلسله ثانيه، غندير عمود فوق هاد المنتفخه ديال السطر الاول التحتاني. العمود الاول دائما فوق المنتفخه كندير جوج الاعمده، كنحاول نلقى البلاصه فين ندير الاعمده. كندير العمود الثاني، وفوق هاد الاعمده عندي جوج الاعمده هنايا في السطر. في اخر السطر عندي جوج الاعمده، فوق كل عمود منهم غندير عمود. في السلاسل الثلاثه الاخيره، في السلسله الثالثه راه ضروري ندير فيها عمود. كملت السطر. دابا غندير 3 ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة، ولان غادي يكون في هذه البلاصه هذه بالضبط في البدايه ديال السطر غيكون الفراغ، دوك 3 السلاسل غنضيف ليهم جوج السلاسل ديال الفراغ، ولكن غنخلي غير عمود، ما غنخليش جوج. كنخلي هذا العمود في هذا، كندير العمود. كندير العمود وغنكمل السطر ديالي كله بالاعمده، يعني عمود فوق كل عمود حتى نوصل لاخر السطر. كيف كتشوفوا هنا كملت السطر ديالي. هنا راه كاين واحد الفراغ، في هذا الفراغ التحتاني راه درت فيه جوج الاعمده، يعني في هذا السطر هذا اللي خدمت فيه فراغ والسطر كامل اعمده. غندير 3 ديال السلاسل، نقلب الخدمه ديالي، غندير عمود فوق كل عمود، غندير عمود فوق كل عمود حتى كنوصل لهاد جوج الاعمده اللي قبل الفراغ. هنا درت الاعمده ديالي، بقاو لي جوج. غندير جوج سلاسل، غندخل لهاد الفراغ هذا، غندير فيه جوج الاعمده، واحد العمود الاول ثم العمود الثاني. غندير 3 ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة، نقلب الخدمه ديالي، غندير عمود فوق هاد العمود. عندي جوج الاعمده، هذا السلاسل الاولى بمثابه هو العمود، وهذا الثاني. ندخل الفراغ ندير فيه جوج الاعمده،
غندير سلسلتين ديال الفراغ، كنخلي عمودين، في العمود الثالث كندير العمود صافي. وغنكمل السطر ديالي كله بالاعمده. كملت السطر، غندير 3 ديال السلاسل، 1 2 3، نقلب الخدمه ديالي، غندير عمود فوق العمود حتى يبقاو ليا 2 د الاعمده. يعني كنخدم 3 د الاعمده دائما في الجوانب. فاش كنكمل الحجم العرض ديال النصف توقعوا حتى في الفتحه كيبقاو لي دائما دوك 3 ديال الاعمده. غنخلي هاد 2 د الاعمده في الفراغ، غندير فيه عمودين، العمود الاول والعمود الثاني، وغنكمل السطر ديالي كله بالاعمده. كملت السطر دابا راه كملت هادي ديال الفراغات العاديين، بلا ماشي هادي غير خدامه في هادي. دابا عاوتاني راه وصلت، لان الحجم ديال الفتحه باقي ما وصلش للطول اللي بغيت. يعني الفتحه كتكون فيها 7 ولا 8 سنتيم، كتخدموا في الفتحه حتى كتوصلوا للحجم او الطول ديال 8 سنتيم ولا 7. ولكن كاين اللي كيدير قل. بالنسبه ليا راني درت هنايا، راني درت اقل من 7 سنتيم ولا 8. غندير 3 ديال السلاسل، 1 2 3. غيكون عندي الفراغ عاوتاني هنايا بحال هاد البلاصه، يعني بحال هكا. غندير 3 ديال عفوا 2 سلاسل، كنضيف 2 سلاسل ديال الفراغ. غنخلي واحد العمود فقط وكنمشي للعمود الثالث كندير فيه العمود صافي. غنكمل السطر ديالي كله بالاعمده. في هذا الفراغ راني غندير 2 د الاعمده صافي حتى لاخر السطر كله بالاعمده. انا كملت السطر، غندير 3 ديال السلاسل، 1 2 3. نقلب الخدمه ديالي، غندير عمود فوق العمود حتى كنوصل ل2 د الاعمده قبل هذا الفراغ هذا. درت الاعمده بقاو لي 2. غندير سلسلتين وغندخل لهذا الفراغ، غندير فيه المنتفخه بحال هاد البلاصه هادي. 1 2 3 4 5 6. صافي. يعني الخدمه اللي كندير دابا راه بحال هنايا، يعني غتشوفوا هنايا وتطبقوا نفس الشيء في هاد البلاصه هادي. نفس الشيء درت المنتفخه، غندير 3 ديال السلاسل. هذه كنعتبرها هذيك الاولى وهذه الثانيه والثالثه. وكيف قلت لكم دائما فوق المنتفخه كنديروا 2 د الاعمده. يعني فاش كنخدموا في الوسط ديال الخدمه، هذا كنعتبره اول عمود، السلاسل بمثابه اول عمود، وهذا الثاني. يعني فوق المنتفخه 2 د الاعمده، وغندخل عاوتاني للفراغ غندير فيه المنتفخه صافي. غنتوقف معكم في هذا الحجم هذا لان نفس الخدمه كتكرر. يعني غنخدم بحال هاد البلاصه هذه نفسها. عاودوا الفيديو شوفوا نفس الطريقه، راها كتعاود. وفاش كتكملوا عاوتاني هنا راه كتبداو هادي، يعني حتى كتوصلوا للحجم اللي بغيتو ديال او الطول اللي بغيتو ديال هاد الفتحه. وبالنسبه للجهه الثانيه فراها نفس الحاجه حتى هي غتبداو كيما هاد الجهه هادي. يعني غديروا الاعمده في هاد الجهه كامله. باش توصلوا لهاد الفراغ هذا غديروا فيه المنتفخه وصافي، وطلعوا بثلاثه ديال السلاسل بحال هاد الجهه. يعني طبقوا نفس الخدمه اللي دايره هنايا هي اللي غتعاود هنايا بحالها بحال ما كاينش فرق. الجهه الثانيه غتجيكم سهله لان غتطبقوا نفس الشيء اللي درتو هنايا غديروه هنا صافي.
وهذا ما كان، كنتمنى أن الشرح ديالي يكون واضح. شكرا بزاف على المتابعة. بالنسبة لهاد الحاشية أو يعني الجوانب ديال هاد النسطق هذا، الطريقة اللي زينت بها هاد الجوانب، إن شاء الله غندير فيديو خاص ديالها، غادي نشارك معكم الطريقة ديال العمل ديالها. شكرا على المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله.